السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو الإخوان غادي نتكلموا على قانون الطرق. بدا دخل حيز التطبيق، وجا كاين اللي حيدوا ليه البيرمي، وكاين اللي نقصوا ليه النقاط، وكاين اللي وقفوا ليه البيرمي ديالو واحد المدة محددة. المئات عطاهم الخطيات باش ما نطيحوش الإخوان في هذا المشكل هذا ونضيعوا رخصة السياقة لأشهر أو لسنوات. ردوا بالنا في الطريق. الميساجات اللي غادي يوصلوك في الواتساب ما غاديش يهربوا، غادي تسناوك حتى توصل وتوقف وقرا الميساجات ديالك وجاوب على الميساجات ديالك. المكالمات اللي غادي يوصلوك كذلك حتى هما، حتى توقف وجاوب على المكالمات او عيط على المكالمات اللي كانوا عيطوا عليك وما جاوبتيهمش باش ما تضحيش بالبيرمي ديالك. في هذا الفيديو الاخوان غادي نعطيكم اهم النقاط اللي جا بها قانون الطرق الجديد، يعني النقاط اللي كتهمنا. اولا الاخوان، بالنسبه للاخوان والاخوات اولا الوليدات ديالهم اللي عندهم المونوباتينو، وكنعرفوا المونوباتينو انتشر بزاف في الاغلبيه ديال الوليدات خداو هذا المونوباتينو كوسيله نقل. الاخوان اللي عندهم المونوباتينو ضروري ديروا ليه لاسيكوراسيون، التامين، وديروا ليه الطارقه ديالو، لان راه بزاف في بعض المدن اللي عطاوهم المولطه ما لقاوش عندهم الطارقه وما لقاوش عندهم التامين على حساب المونوباتينو وعطاوهم المولطه. على عين ديروا لي لاسيكوراسيوني، ديروا لي الطارقه، وانت اللي راكب ضروري دير الكاسكو، لان المولطه وصلت لحدود ساعه 50 ديال الاورو، ممكن توصل حتى 400 ديال الاورو الا بقى المشكل كيتعاود. يعني تصوروا مع الاخوان شحال من خطيه اللي ممكن الانسان يقدر ياخذها وهو كيستعمل المونوباتي، وشحال من 50 غيبقى يخلص. فلهذا ردوا بالكم، ثلاثه ديال الحوايج مهمين ديرهم في المونوباتينو: لا طارغا، لا سيكوراسيوني، والكاسكو. قانون الطرق الجديد ايضا تكلم على التليفون. التليفون من قديم الاخوان كانت فيه الخطيه وكانوا كيحيدوا فيه حتى البيرمي. زادوا الخطيات زادت. البيرمي يقدر، يعني الناس اللي غادي يوقفوهم كيهضروا في التليفون، البيرمي يقدر يتوقف ما بين اسبوع و15 يوم، يعني ما بين اسبوع وجوج ديال الاسابيع، والخطيه تقدر توصل حتى ل 1000 ديال الاورو. ولكن في حاله الانسان اللي عاود نفس المشكل، عاودوا وقفوه بنفس الخطا اللي دار في الاول، الخطيه تقدر توصل حتى ل 1400 ديال الاورو، والبيرمي يقدر يتوقف حتى ل 3 ديال الاشهر، وتقدر توصل العقوبه حتى للقضاء في حاله ما يبقى الانسان كيعاود نفس المشكل، انه دائما كيوقفوه وكيتكلم في التليفون. وكيف قلت ممكن توصل العقوبه حتى للقضاء في حاله ما الا كان الهاتف كان سبب في حادثه سير. اللي عندهم البيرمي جديد، يعني اللي غياخذوا دابا البيرمي جديد، بالنسبه للثلاث سنوات الاولى، يعني 3 سنين الاولى خاصهم يسوقوا فقط السيارات اللي عندهم القوه 75 كيلو وات طاري، والماكسيمو ديالها هو 150 كيلو وات. هذا هو اللي تقدروا تسوقوا حاليا بالنسبه اللي عندهم البيرمي جديد في حدود 3 سنوات الاولى. في حاله السكر وداروا، يعني الانسان وقفوه وداروا له التيست ولقاو الالكول طالع ما بين 0.5 و 0.8، فالخطيه ما بين 573 و 2170، والبيرمي يتوقف ما بين 3 شهور حتى العام. اما الى داروا التيست للشخص ولقاو فايت 1.5، الخطيه ما بين 1500 ديال الاورو و 6000 ديال الاورو، والبيرمي يقدر يتوقف حتى العامين. اما الناس ديال المخدرات ديال الدروغه فيقدر البيرمي يتوقف ما بين 3 سنوات وفيه المحكمه. اما السرعه الاخوان خاصنا نردوا البال معها، لان بزاف ديال الناس كتمشي بسرعه، كيكون معطل على الخدمه ديالو لاسباب. فإلا فات السرعه المحدده ما بين 10 و 40 كيلومتر في الساعه، الخطيه غادا توصل ما بين 173 اورو و 694 اورو. اما الا فاتها ب 60 كيلومتر في الساعه، يعني مثلا باش نوضح اكثر، الا كانت السرعه المحدده غادي في البلاكه خاصك تمشي ما تفوت 70، وانت غادي ب 130، يعني فتي السرعه ب 60 كيلومتر ب 60، فالخطيه غادا توصل ما بين 845 اورو و 3332 اورو، يعني بالغوا بزاف الاخوان في الخطيه. لهذا بزاف ديال الايطاليين تيكريتيكيو، يعني تينتقدوا سالفيني بهذا القانون ديال الطرق الجديد. والبيرمي يقدر يتوقف ما بين 6 شهور حتى العام. هادو الناس اللي غادي يتجاوزوا السرعه، يعني كيف قلت مثلا السرعه محدده 70 وانت غادي ب 130، بحال كتضاعف السرعه ديالك، فالبيرمي يقدر يتوقف حتى ل 6 ديال الاشهر، ما بين 6 شهور حتى العام. فردوا بالكم الاخوان. اما اللي ترك شي حيوان في الطريق وهذا الحيوان تسبب في حادثه سير، فالعقوبه تقدر توصل حتى للسجن.
يعني هادو هما النقاط اللي ممكن غادي تهمنا في قانون ديال الطرق. يعني حاولت نعطي لكم بالتفصيل الاخوان، مع الخطيه شحال غادي توصل، مع التوقيف ديال البيرمي شحال غادي يوصل، لان تقريبا اغلبيه العقوبات اللي كاينين كلهم البيرمي غادي يتوقف ما بين اسبوع حتى 2 ديال الاسابيع، ما بين شهر حتى 3 شهور، وكاين غيوصل حتى ل 3 سنوات، والممكن العقوبات توصل حتى للسجن. لهذا القانون ديال الطرقات الجديد لقى انتقادات كثيره من طرف الايطاليين، وبدا كياخذوها بحال المزحه. بزاف ديال الايطاليين داروا فيديوهات كيضحكوا على هذا القانون ديال الطرقات، لانه بالغ صراحه، بالغ في العقوبات، وبالغ. مزيان ان الانسان يرد البال ديالو في الطريق، ولكن باش الانسان يخطا ويخلص خطيه 3332 ديال الاورو، فهذا بزاف الاخوان. كنعرفوا انك ما تخلصهاش 3332، ممكن توصل 4000، ممكن توصل 5000. لهذا الانسان رد البال ديالو باش ما يطيحش في هذه المشاكل هادو. يعني انا حاولت نعطيكم اهم النقاط اللي كاينه في القانون ديال الطرق الجديد بايطاليا، واللي غادي بالنسبه لكم نتوما كمواطنين، باش الانسان يتفادى وما يعطيش فرصه للنهب ديال الجيوب، لان هذا القانون هذا فيه حتى بين قوسين حتى النهب الجيوب ديال المواطنين. باش ما تعطيهمش فرصه، رد البال ديالك وطبق القانون ديالك اللي مطلوب منك في الطريق. عندك 70 في السرعه، سير بال70. عندك 110 سير ب110. عندك 50 نقص السرعه وسير بال50. الا كان اخوان اي ملاحظات على هذا القانون هذا، خليونا في التعاليق. اسئلتكم ايضا خليوها في التعاليق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.